إذن بحضور نخبة متميزة من الفنانين العرب التشكيليين وعدد كبير من المهتمين نظم هذا المهرجان. مدير المهرجان النحات الدكتور ثامر الناصري شدد على أن الفنانين التشكيليين العرب المشاركين في مهرجان الفن التشكيلي العربي أصروا أن يحضروا إلى دولة الإمارات العربية ليشاركوا إخوانهم أبناء الشعب الإماراتي بهذه المناسبة العظيمة. وأكد المشاركون في المهرجان دليل إضافي على اهتمام دولة الإمارات بالفنون وحرصها على استمرار دعم الحركة الفنية العربية وتشجيعها ورعايتها. مشاركتي تتمثل في عمل نحتي ينتمي إلى المدرسة المعاصرة في النحت، وهو مكون قياساته 30 في 60 مثل ما هو تشوفونه، 30 في 15 في 95 سنتي. الإمارات جاي تفاجئنا بكثير من الأمور والطروحات الجديدة والمستجدة، بحيث تجعل الكل يحذو حذوها باستنباط وإيجاد مثل هذه المناسبات العظيمة. شاركت في هذا العمل وهو امتزجت به روحية اللون، فخليت يعني اللون ينسجم مع العمل الفيجرات، فحبت في رقصات الباليه فجعلت من اللوحة يعني كرشاقة للون وللعمل. جميل طبعا تزامن هذا المعرض في يوم العلم في الإمارات. طبعا شاركت في هذه المعرض أكثر من دولة عربية، منها العراق ولبنان وسوريا والجزائر ومصر وتونس والخليج العربي. فطبعا في هذا المعرض هي تعددت المدارس، الفن بحد ذاته هو رسالة، فاحنا حبينا ننقل الرسالة إلى دولة الإمارات، وبما أنه هذا اليوم يوم العالم فهذا يزيدنا فخر أن كمشاركة وكذلك نعطي روحية لهذا المعرض. أن تقدم نخبة من الفنانين العرب للتعارف على تجاربهم المتميزة، وهذا التلاقح الجميل بين الفنانين العرب يخلق نوع من التطور الذهني والفكري للفنانين. لوحتي عبارة عن تراث الكويتي، الفرقة الشعبية الكويتية اللي تحيي الحفلات عندنا، فحاولت أقدمها بأسلوب مختلف باستخدام مواد الأقمشة بعيد عن التقليدية، لأن أحاول بقدر الإمكان أكون متميزة بين المشاركين حتى أوصل فكرة يعني الهوية الكويتية بطريقة مختلفة ومميزة. حبيت بمناسبة عيد العلم الإمارات أني أقدم قطعة من وحي المناسبة. قدمت هيدي القطعة فيها برج العرب، وفيها السفينة الفينيقية، وفيها القفة العراقية يلي هي بناء مبنية على مثل شخطورة صغيرة، وكلنا سوا معا نبحروا في بحر الفن. أول مشاركة إلي بدبي بمعرض الفن التشكيلي العربي الثاني، تجربة حلوة وإن شاء الله أنه تتكرر. بشرفني أني أشارك بنشاطات يوم العالم الإماراتي ضمن معرض الفن التشكيلي العربي الثاني كفنانة لبنانية، وهذا المعارض أهميتها بالمشاركات العربية أنه تجمع فنانين من كل الدول العربية، تصير في تواصل بيناتنا بين الفنانين وتصير في استفادة من ثقافات بعضنا البعض. أنا شاركت بعملين فنية لوحتين فنية بتحكي عن تراث بيروت، الأبنية القديمة، العمارة القديمة ببيروت. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف ويانا الفنان التشكيلي السعودي أحمد محمد الدحيم. يا مرحبا بك في برنامج دبي هذا الصباح وفي هذا اليوم يوم العلم. حياكم الله وأشكركم على الاستضافة، وأشكر جميع زملائي الفنانين الذين أتاحوا الفرصة لي ورشحوني أن أكون في هذا الموقع لأتحدث عن جميع الزملاء الفنانين. يا أهلا وسهلا فيك، وأيضا نرحب فيهم أيضا ونقول لهم يعطيهم ويعطيكم أيضا ألف عافية. بداية أستاذ أحمد، نتحدث عن هذا التجمع، ما شاء الله تجمع كبير للفنانين التشكيليين في مهرجان الفن التشكيلي العربي. والله هذا المهرجان الفن التشكيلي العربي هذه الدورة الثانية. نعم. وقيمة الدورة الأولى في عمان بالأردن، وشارك فيها ما يقارب من 180 فنان من مختلف الدول العربية. أما الدورة الثانية أجلت لأحداث أو أسباب معينة، وتم إقامتها في دولة الإمارات، وأطلق عليها دورة
الشيخ راشد بن محمد بن راشد رحمه الله. نعم. وكذلك أقيمت في هذه المناسبة مناسبة يوم العلم. جميل. وبجهود طبعا يشكر عليها الدكتور ثامر الناصري، وكذلك المستشار الإعلامي جلال الخوالدة. نعم. وبدعم من مؤسسة وطني الإمارات. نعم جميل. أيضا نتكلم اليوم عن مشاركتك في هذا المهرجان، خاصة أن أنت عندك يعني فن النحت عندك طاغي في هذا الإطار الفني. والله فضل. الحمد لله، يعني أنا وجميع الفنانين السعوديين يرغبون ويتمنون المشاركة في هذه المناسبة العظيمة، وكذلك يعني بحكم يعني قرب الشعبين لبعض الإماراتي مع السعودي وتلاحم الشعوب والوطن الدولة، جميع الفنانين جميعا يرغبون في المشاركة، ولكن في حصل عدد الحمد لله كبير أتيحت لهم الفرصة في هذه المناسبة. وأنا من ضمن الوفد السعودي المشارك في هذه المناسبة، وشاركت في مجال النحت. جميل. طبعا. شو كانت مشاركتك في المهرجان، أو شو المنحوتة اللي قدمتها؟ والله قدمت عدد 2 منحوتات. أول شيء فيها واحدة من المنحوتات تدل على أو شعار الترابط والتلاحم. هذه واحدة من جميل. المنحوتات. جميل. وهذا هو يعني فيها الهدف الحقيقي إني أشارك فيها، إن يعني أكثر من التلاحم واللحمة الوطنية والترابط، يعني ما في أكثر منها. أكيد. شيء ثاني. أكيد. إضافة إلى يعني تفاعلنا في الورش الأخرى. نشاهد طبعا بعد هذه المنحوتات الموجودة أمامنا على الشاشة من المعرض طبعا. نعم. من المعرض. أجواء المعرض اللي نعم. حصل أو المهرجان اللي حصل. نعم. خلنا أيضا نتكلم اليوم عن رسالتكم يعني سيد أحمد، رسالتكم وجود هذا الكم الهائل من الفنانين اليوم تحت سقف واحد، أكيد حاملين رسالة حبيتوا أنكم توجهوها للمجتمع خصوصا في يوم العلم. والله دائما الفن التشكيلي يحرص على أنه يكون في أي مناسبة، ولكن في هذه المناسبة بحد ذاتها يعني مناسبة وطنية ومناسبة يوم العلم ومناسبات فيها يعني كثيرة، لكن الفن التشكيلي رسالة وتعتبر لغة صامتة. نعم. يفهمها الجميع. أكيد. طبعا تلاقح الأفكار بين الفنانين الأكاديميين وذوي الخبرة مع الفنانين الشباب يحدث حركة تشكيلية واستفادة من خبرات البعض. حلو. طبعا المناسبات هذه دائما يستغلها الفن التشكيلي في هذه الأحداث بحيث أن يؤدي رسالته الحقيقية. الرسالة الحقيقية والهدف الحقيقي هو وإبراز دور الفن التشكيلي من قبل الفنان، بحيث أن يرجع إلى نقاط إيجابية. نعم. للشعوب. جميل جميل. فركزتوا على هذه النقاط. نعم. الإيجابية للشعوب. نعم. في معرضكم. نعم. في دورته الثانية. لا شك أكيد طبعا. جميل. كيف التمسم اليوم يعني تلقي الجمهور لهذه الرسالة من خلال المعرض اللي حصل؟ والله تلقى يعني صراحة الجمهور تفاعل كثيرا، سواء في المعرض الذي افتتحه الشيخ نهيان وزير الثقافة، وهذا دعم للفنانين التشكيليين. نعم. برضه تفاعل الجمهور في الورش التي أقيمت، وخاصة مثلا أمس أقيم عدد من الورش الحية أمام جميل. الجمهور في القصبة، وفي ورش بجميرة بيتش خور دبي ونافورة دبي. حلو. يعني في ورش في تفاعل حي ومباشر. والآن يقام ورشة في موقع الحدث اللي هو رفع العلم، ورشة من قبل الفنانين الآن يقام. لمسنا من الجمهور حب المشاركة، حب الأسئلة والاستفادة من وضع الفنانين والاستفادة من خبرات الفنانين الموجودين في موقع الحدث. جميل. كان هناك تفاعل أفقي خلنا نقول في بين الفنان والجمهور. أكيد في تفاعل. نعم. وفيه يعني سواء من الجمهور من كبار أو من صغار، حبوا يشاركون، حبوا يلمسون الفرشة، حبوا يرسمون، حبوا يعبرون بكتابات في اللوحات. برضو اتيحت لهم الفرصة. جميل. أخذوا خبرات من الفنانين برضو بدمج الألوان،
برضه الموهوب والموهوبة لما يجي ويشوف ويشاهد الفنانين الكبار وهم يرسمون يتفاعلون تكون له دافع أكبر وإبعاد الرهبة عنه والخوف طبعا عنه، بحيث أنه ينهج هذا الأسلوب ويستفيد من خبراته. أستاذ أحمد أن احنا كنا يمكن متعودين على هذا الفن داخل أسوار المعارض وداخل قاعات المعارض وداخل القاعات. اليوم بدينا نشوف أن هذا الفن فن أصبح موجود في الشارع، بحيث أنه ويتجه إلى الشارع بحيث أنه يقرب الجمهور لحبه لهذا الفن. والله شيء مؤكد صراحة، وأنا يعني ومو أنا بالحال يعني الناس كلها لامسة الدور اللي تقوم فيه دولة الإمارات وخاصة برضو دبي في معارض اللي هو آرت دبي. نعم. ومشاركات، وصارت الآن يعني محطة أو نقطة مشاهدة ومتجمع وفي مصاف الدول العالمية بهذا المجال. نعم. نعم. اليوم أيضا أو خلينا نتحدث كذلك عن الجدارية اللي بتقومون برسمها إن شاء الله. والله الجدارية إن شاء الله أنها يعني ما زال إن شاء الله مستمرين في جهود. نعم. لها وبقوة من الدكتور ثامر والأستاذ المستشار الإعلامي جلال، وبدعم من مؤسسة وطني الإمارات كذلك، وبرغبة كبيرة من الفنانين بالمشاركة في تلك الجدارية، بحيث أن الجدارية تدخل موسوعة جينيس. هذا هدف من الأهداف. برضه تحكي الجدارية عن تراث الإمارات وكذلك عن معالم الإمارات. ترسم برضه بخامة الألوان الزيتية. نعم. بحيث أن تفتح لها المجال في الدخول بموسوعة جينيس. طبعا الجدارية ارتفاعها تقريبا 19 متر وعرضها تقريبا 150 متر، تزيد عن سابقاتها ما يقل عن 15 إلى 20 متر. يعني صراحة عمل جبار ويحتاج الكثير ونخبة من الفنانين واستفادة برضه من تبادل الأفكار والخبرات بينهم الفنانين. هذه فيها عدد من الأهداف اللي سوف تحققها وعدد من النجاحات اللي سوف إن شاء الله نراها في القريب العاجل. متى يتوقع أن تنتهي أو يتوقع أن تكتمل هذه الجدارية؟ والله إن شاء الله إحنا نقول يعني مو بدنا نناظر على أن الجدارية تنتهي بسرعة ولا لا، نناظر على الفن اللي يصير فيها إن شاء الله، جودتها طبعا، وجودتها وقوتها. هذا هو أهم شيء من أن نناظرها متى تنتهي، ولكن إحنا نقول نتمنى أنها تنتهي بأسرع وقت. بأسرع وقت، لأن يعني كلنا أمل أنها تدخل موسوعة جينيس. نعم. إن شاء الله للأرقام القياسية. بإذن الله. اليوم هذا اللقاء العربي للفنانين التشكيليين، كيف وفي دبي تحديدا كيف تجده أنه يدعم مسيرة الفن التشكيلي مستقبلا؟ ما لا شك فيه أي حدث فن تشكيلي وتفاعل تشكيلي بين الجمهور وبين الفنانين والإعلام ودعم من الإعلام ودعم من الدولة، لا شك أنه يحدث أثر قوي جدا، وبرضه يكون هناك حراك تشكيلي قوي نفس الدولة. برضه استفادة الموهوبين من ناحية طلاب وطالبات الجامعات، الموهوبين اللي توقفون عن المجال هذا لما يشوفون الفنانين الكبار ويستفيدون من خبراتهم، برضو تترك عندهم أثر أنهم يرجعون إلى مسارهم الطبيعي وينمون مواهبهم ويستفاد من الشيء هذا. نعم. واقع الفن التشكيلي العربي اليوم مقارنة بواقع الفن التشكيلي العالمي أين تجده؟ والله أنا أشوف ما شاء الله الفن العربي قوي جدا وانتشاره قوي جدا. نعم. ومشاركات الفنانين الدولية قوية جدا ولهم حضور في جميع الدول العالم، وكذلك يعني دعم الدول العربية ووقوفها والدول الخليجية ووقوفها بجانب الفنان له أثر إيجابي بأنه ينقل الصورة الحقيقية لدولته وللدول العربية ودول الخليج، لينقل الصورة الحقيقية والفن الحقيقي لهم، وكذلك الاحتكاك مع الفنانين العالميين يفيد ويزيد خبراتهم الفنية. أكيد طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المهرجان الفني الكبير اللي مقام طبعا حاليا، ونشكر أيضا تواجدك ويانا من السعودية الفنان التشكيلي أحمد محمد الدحيم، ونتمنى لك يوم سعيد بإذن الله. وأنا أشكركم على ذلك، يعطيكم العافية.